مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. جولدبرج واحد من اعظم المصارعين على مر التاريخ، وكان اسطوره اتحاد الدبليو سي دبليو، وكان عامل مسيره قويه وسلسله انتصارات كبيره. وجه على 2004 واعتزل المصارعه، ولما رجع تاني للاتحاد كان بعد 12 سنه 12 سنه غياب عن المصارعه. رجع في 2016، واول ماتش لعبه بعد رجوعه وكان قدام بروك ليسنر في عرض سرفايفر سيريس 2016، وكسب بروك ليسنر في دقيقه 25 ثانيه، وكانت صدمه كبيره بالنسبه للجماهير. بس للاسف اصلا ماتشات جولدبرج كلها بعد كده بتكمل 3 دقايق بالعافيه اصلا، ده ان كملت اصلا. فتعالوا نرتب مده الماتشات اللي لعبها جولدبرج في اخر 10 سنين من رجوعه للاتحاد، من اطول ماتش مده الى اقصر ماتش لعبه. وطبعا قبل ما ابدا ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. وفي المركز العاشر واطول ماتش لعبه جولدبرج، وهو كان الماتش بتاعه قصاد بوبي لاشلي في عرض كراون جول. الماتش كان مفتوح نو هوتس بارد، وده يساعد جولدبرج ان هو يستخدم الاسلحه والحاجات اللي موجوده حوالين الحلبه علشان يستخدموا للحركات مش هيبقى كتير. ونحب ساعتها برضو كمان نشكر بوبي لاشلي اللي خلى جولدبرج يطول معاه ل 11 دقيقة و25 ثانية، أطول ماتش لعبه جولدبرج من ساعة ما رجع الاتحاد. والماتش الصراحة ما كانش وحش، وبوبي لاشلي عرف يبين جولدبرج قد ايه هو قوي في الماتش، فالفضل يرجع لبوبي لاشلي، واللي انتهى في الآخر الماتش ده بفوز جولدبرج. وفي المركز التاسع معانا وهو تاني أطول ماتش لعبه جولدبرج، وكان قدام أندرتيكر في عرض سوبر شو داون 2019، واللي الماتش ده استغرق حوالي 8 دقايق 35 ثانية. وعايز اقول لكم ان الماتش ده بالرغم ان هو اتعمل له ترويج جامد واعلانات ضخمه، وان ده ماتش الاحلام لان الاسطوره اندرتيكر هيلاعب جولدبرج لاول مره، لانهم ما اتقابلوش قبل كده في ماتشات فرديه قصاد بعض، وده كان اول ماتش فردي ما بينهم. وعايز اقول لكم ان ده اسوأ ماتش في تاريخ الاندرتيكر، والاندرتيكر نفسه شخصيا نفسه يشيل الماتش ده من تاريخه، وده كان بسبب اداء جولدبرج الضعيف، واللي شكله كمان جولدبرج برغم ان الاتنين كبار كانوا ساعتها في السن، الا ان جولدبرج ساعتها ما كانش متدرب كويس ازاي يجاري اندرتيكر، وبسبب كده الماتش ده حصل فيه اسوأ 3 اخطاء كانوا كافلين ينهوا مسيره الاتنين باسوأ الاصابات. وهي اول حاجه جولدبرج حصل له ارتجاج في المخ اثناء الماتش، وثانيا واندرتيكر كان بيعمل تومب ستون لجولدبرج فايد جولدبرج فلتت منه، فللاسف جولدبرج وقع على دماغه، فده زود الطينه بقى اللي عنده. ولما جولدبرج حاول يعمل حركه الجاك هامر الفينش بتاعه على اندرتيكر، نزل على دماغ اندرتيكر الكفيله كان يجيب له كسر في الرقبه، يعني غالبا كانوا الاثنين دول هيبقوا اخر ماتش في حياتهم. واندرتيكر عرف يلم الدنيا بسرعه وانهى الماتش لصالحه، وانتهى الماتش بفوز اندرتيكر، واللي كان باين على اندرتيكر ساعتها قد ايه هو زعلان من الماتش ده، واللي بعدها فكر بشكل جدي ان هو يعتزل المصارعه خلاص. وبالفعل السنه اللي بعدها اندرتيكر اعتزل المصارعه. وفي المركز الثامن ماتش جولدبرج قدام بوبي لاشلي على لقب الدبليو دبليو اي في عرض سمر سلام 2021، واللي الماتش ده استغرق حوالي 7 دقايق و10 ثواني، وده كده اصلا بالنسبه لجولدبرج هو قعد مده طويله في الماتش. وفي نهايه الماتش ام في بي اللي كان مع بوبي لاشلي ضرب جولدبرج بالعصايه على رجليه، وبوبي لاشلي كمل على جولدبرج ضرب على رجليه برضه، وجولدبرج ما استحملش وانتهى الماتش بانسحاب جولدبرج واعلان فوز بوبي لاشلي واحتفاظه باللقب. وفي المركز السابع ماتش جولدبرج قدام رومان رينز على لقب اليونيفرسال تشامبيونشيب في عرض اليمينيشن تشامبر 2022، وده كان اخر ماتش يلعبه جولدبرج، واللي استغرق حوالي بالظبط 6 دقايق. وزي ما احنا عارفين ان ماتشات جولدبرج ما بتطولش، الماتش كله استهلك بالظبط 2 سبير من جولدبرج على واحده سوبر مانش من رومان رينز على حركه استسلام برضه من رومان رينز، وخلص الماتش باعلان ان جولدبرج استسلم بعد حركه الاغماء اللي عملها له رومان رينز، واحتفظ رومان رينز بلقب اليونيفرسال. وده كان ماتش الاحلام اصلا بالنسبه للجمهور ان هم يشوفوا رومان رينز قدام جولدبرج سبير قصاد سبير، بس للاسف رومان رينز ما عملش ولا سبير اصلا، ما استهلكهاش، فيلا بقى. ونروح للمركز السادس ماتش جولدبرج قدام بروك ليسنر على لقب الدبليو دبليو اي يونيفرسال في عرض راسل مانيا 33 2017، والماتش ده استغرق حوالي بالظبط 4 دقايق 45 ثانيه، واللي انتهى في الاخر بفوز بروك ليسنر على جولدبرج واخد لقب الدبليو دبليو اي يونيفرسال. وطبعا في تاريخ عداوه طويل بين جولدبرج وبروك ليسنر، وده كان اخر ماتش في عداوتهم، واللي اخيرا ولاول مره بروك ليسنر يكسب جولدبرج. وفي المركز الخامس مباراة جولدبرج قدام ذا فيند براي وايت في عرض سوبر شو داون 2020 على لقب الدبليو دبليو اي يونيفرسال برضه، ومدة الماتش ده بالظبط دقيقتين 59 ثانية، والماتش كله عبارة عن 4 سبير على واحدة جاك هامر، وانتهى في الاخر بفوز جولدبرج على ذا فيند واخد منه لقب الدبليو دبليو اي يونيفرسال. وطبعا الماتش ده يعني فوز جولدبرج فيه كانت صدمة كبيرة بالنسبة للجمهور، وكمان كانت أذية لبراي وايت لأن هو كان لسه عامل شخصية ذا فيند جديدة ما كملتش سنة وكان لسه بيبني فيها، المفروض دي كانت الشخصية تفضل تستمر وانها تكسب على طول، لكن بسبب ماتش جولدبرج ده الشخصيه بدات تبوظ، وكل ده بسبب ان الماتش انتهى بسرعه وبخساره كمان لبراي وايت اللي كان ساعتها كمان بيعاني من اذى نفسي.
وفي المركز الرابع معانا مباراة جولدبرج قدام درو ماكنتاير على لقب الدبليو دبليو اي في عرض الرويال رامبل 2021. وطبعا جولدبرج لازم بيغفل اللي قدامه في اي ماتش ويروح رازعه السبير على طول اول ما يبدا الماتش، لكن درو ماكنتاير حافظه في الحركه دي، اما غفله هو وقام درو ماكنتاير رزع جولدبرج هو السبير، وكل الكلام ده قبل ما الماتش يبدا. فقام خدوا جولدبرج بره وراح عمل له سبير بره، بعد كده الاثنين طلعوا على الحلبه والماتش بدا، والماتش قعد بالظبط ما بينهم دقيقتين 32 ثانيه، يا دوبك 2 سبير من جولدبرج على واحده جاك هامر قصادهم 2 كلايمور كيك، وخلص درو ماكنتاير وكسب المباراه درو ماكنتاير، واحتفظ درو ماكنتاير بلقب الدبليو دبليو اي. وفي المركز الثالث معانا مباراة جولدبرج قدام برون سترومان في عرض راس المانيا 36 الليلة الأولى 2020، والماتش ده كان على لقب اليونيفرسال، وجولدبرج بالظبط كان طالع يخسر اللقب اللي كان معاه اللي كان ساعتها واخده من ذا فيند، ومدة الماتش ده بالظبط دقيقتين و13 ثانية، كانت 4 سبير من جولدبرج بس ما عرفش طبعا يعملوا جاك هامر لان برون سترومان بالنسبه له ضخم، على 4 باور سلام من برون سترومان وثبت وكسب جولدبرج واخد منه اللقب. وفي المركز الثاني معانا ماتش جولدبرج قدام دولف زيجلر في عرض سمر سلام 2019. الماتش ده كان الغرض منه ان هم يرجعوا صورة جولدبرج والهبة بتاعته تاني بعد الماتش المقرف اللي كان مقدمه قدام اندرتيكر في عرض سوبر شو داون، وطبعا الفضل الكبير يرجع لدولف زيجلر اللي قدم سيلينج فاجر علشان يبين جولدبرج بالصورة القوية. والماتش كله اخد على بعضه دقيقة و50 ثانية، 2 سوبر كيك من دولف زيجلر على واحدة سبير على واحدة جاك هامر من جولدبرج، وخلص الماتش. ونروح للمركز الاول واخر ماتش هنتكلم عنه لجولدبرج في الحلقة دي، واقصر ماتش هو لعبه كان قدام كيفن اوينز في عرض فاست لين 2017 على لقب اليونيفرسال تشامبيونشيب اللي كان مع كيفن اوينز، وجولدبرج عمل سبير في جاك هامر وثبت وكسب كيفن اوينز واخد منه لقب اليونيفرسال تشامبيونشيب، وكانت مدة الماتش 22 ثانية. هي طبعا بالنسبة لكيفن اوينز نقطة سودا. مشكلة جولدبرج المرة دي ان هو جاي بياخد من الاتحاد فلوس وفي نفس الوقت برضه بيجيب لهم مشاهدات وبيدخل لهم ارباح، وده جاي على حساب المصارعين، وللاسف في مصارعين اتظلموا معاه. واحد من اكبر الناس اللي اتظلموا مع جولدبرج وهو الراحل بري وايت لما اخد منه لقب اليونيفرسال تشامبيونشيب برضه. للاسف جولدبرج بسبب مدته الطويله اللي كان غايب فيها عن المصارعه وعامل السن كمان، ده يعني اكبر الاسباب اللي يخليه ما يقدرش فعلا يتحمل الضربات ولا يقدر يطول في ماتشات، وعشان كده برضه هو بيخلص الماتشات بتاعته كلها بسرعه ما يقدرش يكمل اكتر من كده. بس ده ما يمنعش ان هو واحد من الاساطير في عالم المصارعه من الجيل القديم. وهنا هكون خلصت معاكم الحلقه، واتمنى انها تكون عجبتكم، واشوفكم بقى في حلقه جديده. سلام.